بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفيديو ده يا جماعة النهاردة يعني فرد حمام مخصوص يرجع من القاهرة لغاية دمياط، تحديدا مدينة الخولة عبد الله الزرقاء. فرد حمام عمره 3 سنين، تم بيعه لأحد الأصدقاء في محافظة القاهرة من حوالي سنة و3 شهور. الفرد ده يا جماعة رجع لنا مخصوص، وده اللي مبهرنا. ودايما يعني رغم ركود ورغم يعني ناس كتير بتفضل وبتطلع من الهواية وغلاء الكلفة وغلاء المعيشة، ودائما رسالة الزاجل رسالة قوية بتخلينا نتمسك بحبه وبالهواية أكتر وأكتر. فرد ده يا جماعة فرد زاجل تم بيعه لأحد الأصدقاء زي ما قلت لحضراتكم. راجع يا جماعة من القاهرة لميت الخولة عبد الله الزرقاء، زي ما حضراتكم شايفين مخروط بنفس الشكل زي ما حضراتكم شايفين، ما شاء الله. والله بقصة صاحبه بإيده، ما شاء الله. فرد ده يا جماعة يعني حتى لما اتكلمت مع صاحبه سيب لي الطير، قال لي لا، الطير ده لو قلت لي بمليون جنيه مش هبيعه. الطير ده انا يعني هأسس عليه اللوفت ان شاء الله. ويعني في رسالة قالها لي ان اولاد الدخر ده اصلا عامله يعني شغل معاه كويس. الدغر ده يا جماعه بيرجع اصوله، دي بقى الرساله المهمه اللي عايز اوصلها لحضراتكم. بيرجع اصوله للسلفر شادو بتاع الحاج عبد الفتاح سبع، وبيرجع للسير 36. طبعا بيوت مهمه جدا ودماء ذهبيه، وقررت مكسب لغايه اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها، عامله شغل ويعني وناس كتير ولفتات كتير مؤسسين لفتاتهم على الحمام ده. اللي عايز اقوله لك ان مفيش فرق بين الحمام القديم والحمام الجديد. الحمام القديم ده هو اللي صنع الجديد. الحمام الجديد ما الناس ده ما بتصنعش الحمام بره. الناس دي بتنقي السؤالات زي ما قلت قبل كده، بتحط الحمام وتركب الحمام، بتتخلص من الحمام السيء يا اما عن طريق الشحن للناس اللي مش فاهمه حاجه في الهوايه اللي عاملينها تجاره، او عن طريق الذبح. كل واحد بقى بيرجع لضميره. السيلفر شادو مع السير عامل عظمه. ومش عايز اقول لحضراتكم ان يعني ناس كتير جدا خدت من الحمام ده وعملت شغل، ما نعرفش نتكلم على مكاسب الناس عشان الناس بتزعل نذكر اسماء. عامل شغل ممتاز جدا يا جماعه في النقاط وفي التجمعات. وحمام لغايه النهارده يعني الايجر كام بنفسها عندها السيلفر شادو ابطال مصر يا جماعه. كل الناس المخضرمه مفيش لفت حد فاهم يخلو من السيلفر شادو ومن السير ومن الحمام القديم. يعني زي ما حضراتكم شايفين، يعني سبحان الله، الحمام مخروط، الفرد مخروط وراجع من القاهرة لغاية دمياط. يعني سبحانك يا رب. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليك هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجبا عجابا لو ترى عيناك. الكون مسحور بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أحياك. كل الطبيب تخطفته يد الرضا يا مداوي الأمراض من أرضاك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب اسأله من علاك. وإذ ترى الثعبان ينفخ سمه اسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك. اسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. يعني سبحان الله، الزاجل حمامة عارفة مكانها، ما نسيتش مكانها رغم ان الهاوي اللي شاري من الطير ده يا جماعة، يعني مش عايز اقول لحضراتكم اللوفت بتاعه اعلى من اللوفت بتاعي، اهتمامه بالاكل اعلى مني، يعني امكانياته المادية ما شاء الله، علاجات مستوردة، مكملات. يعني الفرد ده اي فرد غيره يعشق المكان التاني ويسيب ده، بس لا، الزاجل بيعلمنا الوفاء، بيعلمنا ازاي يعني اصر. وفي حاجات كتير جدا بتحصل له برضو اثناء السبق. بتلاقي فرد حمام بيموت وجاي لك وبتك وبيموت عندك او بيتعالج عندك. الزاجل حمامه جميله جدا يا جماعه. اللي ما رباش زاجل ما رباش حمام. مع احترامي لكل غوايه الزينه، كل غوايه انواع الحمام. للتذكرة الأخيرة، فرد الحمام مخروط من القاهرة لغاية دمياط. يعني رسالة ليك، لازم تجرب حمامك. اوعى تشتري ورق، اوعى تشتري وهم، اوعى تجري ورا الأسماء، ورا الكلام الكتير وموضوع التعبير. صدقني الفرد الحمام هو ده الاختبار الأهم ويعني والذهبي ليه. هو القفص هو اللي بيحكم، هو اللي بيقدر تمن فرد الحمام. لا كتابة ولا تأصيلة ولا إنسان مشهور. ومهما أعطيت مكملات، عمر المكملات
ما يعني ما فيش اي شركه اصلا تضمن لك المكسب. لو هي اشهر شركات الادويه او المكملات على مستوى العالم مش هتديك ضمان انك تكسب. لا، ده اجتهاد. فرد الحمام صحته ودماغه هما الاساس، هما اللي عملوا لك الطفره وعملوا لك النجاح. يعني الحديث بقيه عشان نتكلم على الزاجل ده يا جماعه، يعني الكلام مش هيخلص، لان دائما يعني بيعلمنا ازاي نتكلم عنه بكل فخر. لو اول مره بتشوفنا ومش مشترك في القناه تشترك وشرفنا، ولو عجبك الفيديو يا ريت لايك ومشاركه عشان غيرك يستفاد، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.